عمرك حسيت إنك اتكسرت؟ يعني وقعة خلتك تقول أنا كذا خلاص، دي آخرها، بس بعد شوية لقيت نفسك واقف مكمل وأقوى من اللي فات كمان. أكتر من 90% من الناس اللي حوالين العالم مرّوا بصدمة كبيرة في حياتهم، من انهيار حلم أو فشل كبير أو حتى خسارة مفاجأة، ولكن الفرق هنا إن في ناس وقعت وقدرت تكمّل وناس تانية وقعت وما قدرتش تكمّل، والفرق المقصود بيه هنا هو المرونة مش الفشل، هو إنك عندك مرونة مع كل موقف يحصل لك في حياتك، وده مش كلام تحفيزي والسلام، ده بحث معمول من جامعة هارفارد بيأكد إن من أهم عوامل النجاح والسعادة والتعافي من الصدمات هو المرونة. لو الدنيا دايساك ومش عارف ترجع اسمعني لآخر الحلقة عشان دي هتبقى بداية رجوع. أنا يوسف عصام وهدفنا في القناة دي إن إحنا نحقق أهدافنا ونطور من مهاراتنا بأفضل شكل وأسرع وقت ممكن. وأنت بتتفرج دلوقتي على الحلقة عايزك تسأل نفسك 3 أسئلة مهمة جدا، وهو هل أنا مرن؟ هل أنا هقدر أتعامل مع كل الصدمات بمرونة؟ هل لو حياتي اتشقلبت هقدر أتعامل بكل مرونة وأقدر أرجع للمسار بتاعي تاني؟ لو الإجابة بتاعتك مش واضحة كفاية يبقى الفيديو ده معمول علشانك أنت وعايز منك تركيز عالي عشان تقدر تفهمه. قبل ما نبتدي لازم نكون عارفين يعني إيه مرونة وليه هي بالأهمية دي كلها. المرونة ببساطة هي إنك لما تقع تقوم. الجامعة الأمريكية بتقول المرونة هي القدرة على التكيف مع الشدائد والضغوط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الشرح فإن مع العسر يسر، بمعنى وأنت في قلب الأزمة في يسر مستنيك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول واعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. توماس أديسون الراجل اللي اخترع المصباح اتحرق معمله فعليا وكل حاجة راحت. ابنه بيقول إن هو لقاه قدام المعمل واقف بيضحك بعد ما لقى المعمل بتاعه اتحرق، فبيقول لابنه دي فرصة إن إحنا نبدأ من جديد، ومن بعديها على طول اخترع المصباح اللي قدر يشغل منه الليدات اللي بتنور دلوقتي عشان يصور الحلقات دي. فالفرق مش في اللي بيقع، الفرق في اللي بيعرف يقوم من الوقعة دي. في شوية قواعد وأسس عشان يبقى عندك مرونة عالية. القاعدة الأولى بتقول لك إن التغيير مش عدوك، ودي من كتاب Adaptability ليه إم جي ريان. بتقول لك إن التغيير جزء من حياتنا، مشكلتنا إننا بنقاوم. ابدأ بدل ما تقعد تسأل نفسك ده حصل ليه، اسأل نفسك أنا هاعمل إيه في المرحلة اللي جاية. القاعدة التانية بتقول لك عقلك بينمو، ودي من كتاب مايند سيت لكارول دويك. بتقول لك لما تقع ما تقولش أنا فاشل وأنا لسه بتعلم، والتفكير ده بيقويك عشان تقدر تتعامل وتتخطى وما بيخلكش تكسر نفسك. القاعدة التالتة بتقول لك ابني شبكة دعم، ودي من كتاب The Resilience Factor لكارن ريفيتش. بتقول لك صاحبك اللي بيسندك أو أخوك اللي بيسمعك دول مش حاجة رفاهية، دول حاجة أساسية لأنهم خط دفاعك الأول ضد أي صدمة بتحصل. القاعدة الرابعة بتقول لك افشل أسرع تنجح أسرع، وده من كتاب فيل فاست فيل أوفن لجون وريان. بيقول لك إن الفشل مجرد تدريب، وإن كل مرة بتقع فيها أنت بتتجهز للمرحلة اللي جاية. ودي كانت أهم قواعد وأسس عشان تبقى مرن. دلوقتي هادّيك شوية خطوات عملية عشان تقدر تمارس المرونة مع نفسك. الخطوة الأولى بتقول لك سجّل كل موقف عدّيت منه، علشان تقدر تفتكر إنك أقوى من اللي فات. الخطوة التانية مارس ذِكر أو تأمُّل لمدة 5 دقايق، لإن الحاجة دي بتهدّي عقلك وبتخلّيك تفكّر بصفاء. الخطوة التالتة قسّم أهدافك لخطوات صغيرة، لإن ده بيخلّيك تبني عادة كل يوم صغيرة. وعقلك بيحب ينجز المهام بسرعة، فأنت لمّا تدّي له عادة أو خطوة صغيرة أو مهمة صغيرة وينجزها، فأنت بتحسّسه إن هو عمل إنجاز. الخطوة الرابعة جرّب حاجة جديدة كل فترة، لإن ده بيخلّي عقلك تتعامل مع أي صدمة أو أي حاجة جديدة بتمُر عليها. الخطوة الخامسة حُط نَفْسك وسط ناس مرنة، ناس بتقدر تتكيّف مع المواقف اللي حواليها، تقدر ترُد على كل صعاب بتجيلها. والخطوات اللي فاتت دي مهمة جدًا عشان تقدر تتعلّم المرونة. طَب إيه اللي يخلّي ناس عندهم مرونة أعلى من ناس تانية؟ بحث من جامعة شيكاغو بيقول إن الناس اللي اتربت وسط بيئة فيها تحديات وصعوبات بيقدروا يتجاوزوا أي صدمة بتحصل لهم في حياتهم بنسب أعلى من الناس اللي كانت حياتهم فيها رفاهية وكمالية وما فيهاش تجارب. وده معناه إن التجربة والفهم والإيمان بيطلع لنا مرونة، إيقاف كورونا وصعوبة خروجه للنور. الدكتورة كاتالين كاريكو، الدكتورة دي كانت بتعمل أبحاث على ال mRNA ورفضوا يمولوا الأبحاث بتاعتها ببساطة جدًا لأنهم قالوا إن الmRNA مش مفيد. لكن هي صممت وفضلت تحارب لحد ما الأبحاث بتاعتها بقت أساس لقاح كورونا، وخدت جايزة نوبل في الطب سنة 2023. وده بيقول لك إن النجاح مش في إن الطريق يكون سهل، لأ بيقول لك إن أنت يبقى عندك مرونة في الطريق حتى لو كان صعب أو سهل. إمم. في النهاية المرونة عضلة، كل ما تتمرنها أكتر كل ما تبقى أقوى. وقُل لي إيه الحاجة اللي لو حصلت، وقُل لي في التعليقات إيه الحاجة اللي حصلت لك وكانت هتكسرك، بس أنت خرجت منها أقوى. كان معاكم يوسف عصام، سلام.